إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، سنتحدث عن صفة ذميمة وعن خلق ذميم يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتنزه عنه. نعم عباد الله، ألا وهو خلق الكسل وداء الكسل، فداء الكسل داء عضال، وهو من الأخلاق المذمومة ومن الصفات الممقوتة. والكسل عباد الله كما عرفه الراغب وغيره من العلماء هو التثاقل عما لا ينبغي التثاقل عنه، ولهذا صار مذموما. الكسل عباد الله تعوذ منه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس، وجاء من حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم، وجاء أيضا في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود. كل ذلك يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من داء الكسل ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والبخل والهرم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء أن يتعوذ المتعوذ، وفي آخر ذلكم الدعاء أنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم عباد الله، فالكسل داء عضال، ولهذا صار الكسل مذموما حتى في شأن الدنيا، فما بالك في شأن الآخرة فهو من باب أولى. الإنسان الكسول يكون مذموما، بل يكون كلا على غيره، عاجزا. ولهذا قال الله عز وجل ضاربا لنا مثلين عظيمين،
قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا الرجل الأول هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الجواب: لا يستويان، فرق شاسع وبون واسع بين إنسان قادر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم بالعدل والقسط وهو على استواء واستقامة عظيمة، وبين من هو كل على مولاه، أي بين من هو يعتبر عبئا على غيره لا يستفاد منه، لا يستفاد منه. معاشر المسلمين، الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة فلم يتركنا هملا ولم يخلقنا سدى سبحانه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، خلقنا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولكن الكسلان لا يقوم بعبادة الله ولا بما أوجب الله عز وجل عليه، وإن قام بذلك ربما قصر فيه ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب كسله. كم من إنسان ترك الصلاة بسبب الكسل، وكم من إنسان فرط في الواجبات بسبب الكسل، وكم من إنسان جمع بين الصلاتين من أجل الكسل، وكم بين مقل ومستكثر في هذا الباب. عباد الله، الكسل صفة مذمومة، ولهذا وصف الله أهل النفاق والزيغ والضلال بالكسل. قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذه صفة مذمومة. أهل النفاق إن قاموا إلى الصلاة وإن صلوا أمام الناس وإن تظاهروا بأداء الصلاة قاموا وهم في غاية من الكسل. وهكذا قال الله سبحانه: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، بل هم كسالى في كل باب بر وخير. إن جئت إلى باب الجهاد فهم كسالى وهم مثبطون وهم متأخرون وهم معرضون. قال الله سبحانه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. انظر إلى التثبيط عند الكسالى، عند أهل النفاق والزيغ والضلال. وقالوا لا تنفروا في الحر، هذا وقت حار لا تنفروا فيه. قال الله: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. عباد الله، الكسل من صفات أهل النفاق،
فينبغي على المسلم أن ينزه نفسه عن الكسل وأن يبعد نفسه عن الكسل. قال الله عز وجل معاتبا ومخاطبا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فالله عباد الله في أن الإنسان يسعى سعيا حثيثا إلى أن يبعد نفسه عن هذه الصفة المذمومة، وهي صفة الكسل. الكسل يعتبر مثبطا للإنسان عن أداء ما أوجب الله عز وجل عليه، وعما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل يجد ذلك الكسلان العبادة ثقيلة عليه أيما ثقل، بل يستطيع بعض الناس مستطيع على أن يشتغل وأن يكد ليل نهار، لكن في باب العبادة والطاعة تراه من أكسل الناس ومن أعظم الناس كسلا ومن أعظم الناس إعراضا، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من صفة أهل النفاق كما سمعتم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما، أي من الأجر والمثوبة والخير، لأتوهما ولو حبوا. شتان بين الكسلان وبين ذلكم النشيط الذي يصحو لصلاة الفجر، وإن استطاع أيضا قام من الليل ما شاء الله أن يقوم. يصبح ذلك النشيط في نفس طيبة وفي سرور لا يعلمه إلا الله، وبالعكس ذلك الكسلان يصبح خبيث النفس، كما قال ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم عند النوم أو في كل ليلة عند نومه 3 عقد. قال: ويعقد على كل عقدة منها يقول: نم عليك ليل طويل. يطمنه الشيطان 3 عقد، وعلى كل عقدة يطمنه الشيطان بقوله: نم عليك ليل طويل. قال: فإذا قام فذكر الله. انظر كيف تستطيع يا عبد الله أن تتخلص من عقد الشيطان وأن تنجو من مكر الشيطان. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده. أول ما يقوم يأتي بذلك الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور. نعم، ويمسح على عينيه كما جاء في حديث ابن عباس. قال: فإذا قام فذكر الله انحلت عقده. قال: فإذا قام وتوضأ، هذه المرتبة الثانية. قال: انحلت العقدة الثانية أو انحلت عقده. قال: فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها. انحلت عقده أو العقد كلها. قال: فأصبح نشيط النفس. انظر،
فأصبح نشيط النفس. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، أي إن لم يقم ولم يذكر الله ولم يتوضأ ولم يصل فإنه يصبح خبيث النفس كسلان. وهذا مشاهد وقد رأيناه في من لم يحضروا صلاة الفجر مع المسلمين في بيوت رب العالمين سبحانه وتعالى. ترى في وجهه العبوسية وهو في حالة الرثة، وترى ذلك الذي صلى الفجر مع المسلمين وجهه يتلألأ بالسرور والفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح نشيط النفس، أصبح نشيط النفس. فاحذر يا مسلم من الكسل، واحذري يا مسلمة من الكسل، فقد استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أسباب للكسل، من أسباب الكسل لهي الفراغ. الفراغ يعتبر سببا من أسباب الكسل. إن الفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. إذا كان الإنسان لم يملأ فراغه بطاعة الله وبمرضاة الله، ففي المقابل سيملأ فراغه بالنوم والبطالة والأكل والشرب والكسل. وهذا هو حال كثير ممن هذا حاله. ومن أسباب الكسل أيضا له كثرة المأكل والمشرب، والركن إلى ذلك، فإن كثرة المأكل والمشرب وهكذا كثرة النوم تزيدك كسلا إلى كسلك، تزيدك كسلا إلى كسلك، وتزيدك سمنة، تزيدك سمنة وكسل. فهذا لا ينبغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. قال: فإن كان ولا بد فثلث لشرابه، أو بحسب ابن قال: فثلث لشرابه وثلث لطعامه وثلث لنفسه. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات. وهذا مجرب الذي يتعشى ويكثر من الأكل قبل النوم يثقل عليه قيام الليل، وهذا معروف ومجرب، ويثقل عليه أن يقوم الليل، بل تثقل عليه صلاة الفجر فضلا عن غيرها من النوافل. ألا فالحذر الحذر معاشر المسلمين من الكسل، فإن الكسل يعتبر داء عضالا. ومؤخرا لك عبد الله عما سبقك به السابقون وتنافس فيه المتنافسون، فالكسلان لا يسابق أحدا، بل يسبقه الناس في باب العلم، يسبقه ماذا الذين عندهم النشاط يسبقونه، بل يتعلمون ويتخرجون ويتفقهون في دين الله ويصبحون علماء ومحدثين. وذاك مكانك سر كما يقال، مكانك راوح. نعم، هو ذاك وذاك، هو ذاك محمد هو محمد، أو صالح هو صالح، لم يتغير ولم يتبدل، ألم يزدد علما ولم يزدد خيرا، وغيره ربما جاء من بعده وحصل على خير كثير، وحصل على خير كثير. فإياك يا طالب العلم من الكسل، بل حاول أن تسابق وأن تسارع وأن تجاهد نفسك حتى تحظى بخير كثير وأجر عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أيها المسلمون عباد الله، قد يقول قائل:
ما هي الأسباب التي تعيننا وتخلصنا من الكسل؟ وهذا سؤال مهم وأمر لا بد منه، من أن يكون الإنسان سعيا حثيثا إلى الأسباب التي تخلصه من الكسل وتنقذه منه. من هذه الأسباب الاستعاذة من الكسل، كما سبق في الخطبة الأولى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو من أشد الناس نشاطا ومن أعظم الناس حرصا، ومع هذا ما استغنى عليه الصلاة والسلام عن أن يستعيذ بالله من الكسل. فاستعذ بالله يا عبد الله من الكسل، وهو كما سمعتم من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أعوذ بك من الكسل. ومن الأسباب التي تعينك أيضا لهو الاستعانة بالله. استعن بالله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واستعن بالله ولا تعجز، واستعن بالله ولا تعجز. ومن الأسباب التي تعينك وتخلصك من داء الكسل له حرصك الشديد على عمرك وعلى حياتك، وألا تفني هذه الحياة في النوم والكسل والبعد عن الطاعات والقربات. نعم، وتذكر أن الله عز وجل أمر بالمسارعة وأمر بالمسابقة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، سابقوا. وهكذا فاستبقوا الخيرات إلى غير ذلك من أدلة المسارعة والمسابقة. واعلم عبد الله أنه ينبغي عليك أن تعلم أنما أنت بضعة أيام في هذه الحياة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. تصور إذا كنت تنام الأسبوع كاملا، إذا كنت تنام اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة والأسبوع والأسبوعين والثلاثة والأربعة، يا ترى كم مضى من عمرك وأنت في النوم وأنت في الكسل؟ غيرك استفاد في طاعة الله، في مرضاة الله، قام من الليل ما شاء الله، وصام من النهار ما شاء الله، وأتى بكثير من القربات والعبادات والطاعات، صلى النوافل وحافظ عليها. فإن كثيرا من الناس الآن أصبحوا يكسلون عن مسألة النوافل. الشيطان حريص، يأتي إلى الشخص من باب أن هذا إنما هو مستحب، هو يأتي لك تدرجا الشيطان حتى يوصلك إلى الأمر العظيم. يأتي إلى كثير بل إلى بعض طلاب العلم ويوسوس له ويزعم أنه فقيه زمانه كما يقال، وأن هذا إنما هو من المستحبات، والمستحب إن فعله الفاعل أجر عليه، وإن تركه فلا إثم عليه. فيترك السنن، ثم بعدها يتخلف رويدا عن الجماعة، يحضر بعد ذلك يتأخر عن الصف الأول إلى الثاني، وبعدها من الثاني إلى الثالث، وبعدها إلى الرابع وإلى الخامس، بعدها تفوت الركعة الأولى، بعدها تفوت الركعتان، بعدها تفوت الثلاث، بعدها الأربع، بعدها جماعة ثانية، بعدها ثالثة، بعدها يصلي في بيته. وهذا وحال الكسالى. الشيطان يأتي له تدرجا. فانتبه يا عبد الله، السنن تعتبر حاجزا عظيما وسدا منيعا عن الواجبات، فإنك إذا حافظت على السنن الرواتب فاعلم أنك تحافظ على الشيء الواجب.
على الصلوات. وإذا فرطت في الرواتب فاعلم أنك ستفرط في الواجب ولو بعد حين. ومن الأسباب أيضا التي تكون عونا للإنسان من الكسل والبعد عن الكسل لهو مجاهدة النفس على طاعة الله. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وخاب وخسر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. النفس دائما تحب الركود، تحب النوم، تحب الدعة، تحب الراحة، تحب. أين المجاهدة لنفسك يا عبد الله؟ الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الناس جهادا يصلي الليل حتى تتفطر قدماه. تصور هذا فعل من؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يصلي الليل حتى تتفطر قدماه، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة وجاء عن عائشة قالت له عائشة: يا رسول الله هون على نفسك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عباد الله في أن الإنسان يجاهد نفسه. ابعد عن نفسك الكسل وأرغم نفسك على طاعة الله. يقول بعض السلف وهو محمد بن المنكدر وجاء عن غيره قال: جاهدت نفسي 40 سنة على الصلاة حتى استقامت على الصلاة. وقال أيضا غيره: جاهدت نفسي على الصلاة 20 سنة ثم استقامت بعد 20 سنة، فكان في 20 الآخرة أحسن من الأولى. سبحان الله. أو بمعنى كلامه: جاهدت نفسي 20 سنة يجاهدون أنفسهم على الطاعة والعبادة، والبعض من الناس ما يجاهد نفسه، بل بعض الناس ما يجاهد نفسه على أن يجلس في حلقة العلم وهي مجرد ساعة أو ساعة إلا ربع، ويستعد كل الاستعداد أن يجلس في السوق على رجل واحدة، ما هو على رجلين، على رجل واحدة، وهو مرتاح البال ومطمئن القلب الساعة والساعتين والثلاث والأربع. يا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أثقل العبادة على كثير من الناس اليوم، وما أثقل الطاعات وما أثقل أفعال البر والخير على كثير من الناس، بل على بعض طلاب العلم فضلا عن غيرهم. أيها الناس اتقوا الله. ما تستطيع أن تصبر نفسك وتجاهد نفسك حلقة بين مغرب وعشاء، تسمع آية، تسمع حديثا علها تكون عونا لك، عل ذلك الحديث الذي سمعته أو الآية التي سمعتها ينقذك الله بها من فتنة عظيمة تكاد أن تعصف بك. ما ضرك؟ الشيطان حريص، ولهذا الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يخرجه حتى من المسجد. الآن في الموعظة وفي الخطبة الشيطان حريص. بعض الناس لو سمع الخطبة وأطالها الخطيب شيئا ما قال الغداء منتظر والضيوف وإلى آخره، والشيطان حريص، يعني يشغله عن هذا الخير ويشغله عن سماع الخير بما هو من أتفه الأشياء وبما هو باق وليس ذاهب. لكن تعال وانظر في أمر الدنيا، تنظر عجبا. قل له: يا فلان خلاص وقت الصلاة، قال: لا سهل، بقي معي قليل. التاجر هذا الذي هو يصلي: ما لك يا فلان؟ قال: عندي زبائن، أكمل الزبائن وأصلي إن شاء الله. يا سبحان الله، يا سبحان الله،
لقد أصبح الكسل عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ألا وإن أيضا من الأسباب التي تعينك وتبعدك عن الكسل هو الصبر والمصابرة على مرضاة الله وطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، تكره نفسك وتلزمها بالطاعة، تلزمها بالوضوء في وقت البرد، وفي حالة البرد الشديد تتوضأ والناس نيام، تقوم تصلي والناس نيام، تحضر الصلاة والمسجد ولو كان بعيدا، لأنك تعلم خير الذي يذهب إلى المسجد وتعلم أجر الذي يذهب، وكلما كثرت الخطى كلما زاد الأجر، تجاهد نفسك. حفت الجنة بالمكاره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وحفت النار بالشهوات. حديث أبي هريرة في الصحيح. وحفت النار بالشهوات، نوم، أكل، شرب، كسل. فالله يا عباد الله، نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيذنا وإياكم من الكسل. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وإراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا متين.